معلومات خطيرة لازم تعرفها عن باك نجوم الأسبوع عشان تعرف اللاعب اللي جالك هيفيدك ولا مش هيفيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس واللايك الجميل بتاعك يا صاحبي. النهاردة أنا جاي أفصص لك باك نجوم الأسبوع. بعد الفيديو ده هتعرف اللاعب اللي طلع لك هل هو كويس ولا وحش. فاللايك الجميل بتاعك كده ويلا نبدأ يا صاحبي. لو جالك الكارت بتاع أبو صلاح، بص يا صاحبي عشان اجيبها لك من الاخر، الكارت ده مش احسن حاجه يا صاحبي. هي الوعي الهجومي عالي، الفينش عالي ماشي، الاكسلريشن عالي، انما نقطه ضعف الكارت ده يا صاحبي السرعه، مش التسارع، السرعه. محمد صلاح اسرع من كده بكتير يا صاحبي، والانحناء اللي هو الار 2 يا صاحبي محمد صلاح برضه اعلى من كده بكتير. فهو كارت هيمشي معاك الدنيا لكن مش من احسن كرة صلاح. بعد كده خش لي على جريزمان. يعني جريزمان يا صاحبي هو كارت جامد جدا، يعني شاف الباصات يا صاحبي والفينش، وبص له في الخريطه يا صاحبي اللي قدامك. ار دبليو ال دبليو شغال معاك، مهاجم اس اس 101 يا صاحبي، صانع لعبه يلعب معاك، طاقات جباره، باصات، فينش ار 2، الاستحواذ في المساحات الضيقه يا صاحبي، التحركات، كارت جامد جدا جريزمان. لو جالك فانت محظوظ يا صاحبي. بعد كده عندك الواد هكان شالهانوجلو يا جدعان، او اللي احنا نعرفه انه صنع لعب، ممكن يلعب معاك سي ام، انما سي دي ام دي وانكور مان فدي جديده. فهو كارت جامد جدا يا جدعان، يعني انت شايف الطاقات قدامك، باصات، تسديد ار 2 والخريطه يا جدعان. فهو كارت لو جالك يبقى انت محظوظ جدا يا صاحبي. ار دبليو ال دبليو، ار ام ال ام يلعب معاك، سي دي ام سي ام صنع لعب، يعني انت كارت حرفيا بيلعب معاك في كل حته في الهجوم. كارت نادر، كارت جامد، لو جالك فانت من المحظوظين. بعد كده يا صاحبي خش لي على جوريسكا. بعد عن الطاقات اللي قدامك دي، الطاقات دي يا صاحبي خادعة. اللاعب ده حطه معاك في التشكيل اساسي وانزل جربه في الملعب، قسما بالله هتتصدم من الطاقات يا صاحبي. مش هتصدق هما ازاي مديون الطاقات دي واللاعب بالاداء ده. انا بكلمك عن تجربة، الراجل ده جامد جدا يا جدعان، هتاخد منه باصات، هتاخد منه قوة بدنية يا صاحبي وطاقات دفاعية ممتازة. بعيدا عن الطاقات اللي انت شايفها قدامك دي، الراجل ده جامد جدا، لو جالك ما تزعلش يا صاحبي، هو كارت جبار. بعد كده يا صاحبي تعالى خش لي كده على لوكاتيلي. يعني لوكاتيلي هو كارت جامد يا جدعان، هتاخد منه باصات، يعني هو طاقاته الدفاعية هي كويسة يا جدعان، مش وحشة ولا هي الجامدة، هو كارت متوسط من حيث الطاقات الدفاعية. الميزة اللي في الكارت ده ان انت هتاخد منه باصات دوا، يعني لو انت يا صاحبي بتلعب استحواذ فالراجل ده عز الطلب ليك، اللي انت تاخد منه باصات سواء طويلة او على الارض، باصات جامدة جدا. فهو كارت كويس لو جالك يعتمد عليه يا صاحبي. بعد كده عندك الواد دوجلاس لويس. دوجلاس لويس يا صاحبي هو اصلا سي دي ام، انما نازل كارت السي ام ده اضافه، ان انت هو ممكن يلعب معاك كده، يلعب معاك سي دي ام ويلعب معاك سي ام. طاقات قدامك زي ما انت شايف، يعني هتاخد منه باصات كويسه، قوه تحمل عاليه، طاقات دفاعيه ممتازه، كارت جامد، لو جالك ما تزعلش، يعتمد عليه وتلعب بيه اساس. بعد كده عندك راموس. راموس يا جدعان هو كروته قليله جدا، نادرا ما بينزل له كارت، ودايما برضه نقطه الضعف السرعه وقوه التحمل مش قد كده طبعا، نظرا للسن راموس، ان راموس طبعا معدي ال 30 يا جدعان، ولكن طاقات دفاعيه جباره. ده ممكن تستفيد بيه لو هينزل لك من على الدكه يا صاحبي، او لو هتبدا بيه شوط واحد. انت ممكن تبدا بيه شوط اول وتكون مجهز له بديل بره، او ممكن تنزله من على الدكه الشوط الثاني يا صاحبي لو كنت فايز وعايز تحافظ على النتيجه. فهو كارت جامد يا جدعان، لو جالك زي ما قلت لك ما لعبش غير شوط، يا اما الاول يا اما الثاني. بعد كده عندك الواد كارلوس سولر يا جدعان، هو كارت اصلا الراجل ده اللي احنا نعرفه ان هو سي ام، نزل ار بي، هيبقى نفس قصه جيرو من الكروت النادره يا جدعان. كارت جبار، طاقات جبار، يلعب معاك ار بي ار ام، نص ملعب ال ام، كارت جبار من الكروت النادره. لو جالك فانت اعرف نفسك يا صاحبي ان انت محظوظ، طاقات جباره، هتستفيد باللاعب ده في اكتر من مركز، فهو كارت جامد جدا لو جالك. بعد كده يا صاحبي هنشوف هنخش مع مين تاني. يعني عندنا الواد جاكوب ميرفي. الراجل ده يا جدعان بص، انت هتاخد لو انت من بتوع الحنكشه والسرعه والجري على الاطراف والمهارات، الراجل ده ليك، هتجري بيه على الطرف، هتروح يا صاحبي حركات مهاره ومش عارف، هو ده صاحبه سرعه وتسارع ما بس.
لكن فينش ولا ار2 كل حاجه ضايعه عنده يا صاحبي. انت من بتوع السرعه بتحب تحنكش على الخط، الراجل ده هيفيدك اللي هو جاكوب ميرفي. بعد كده يا زميلي هنشوف عندنا مين تاني. تعال نخش كده على الحارس، يعني اكس روميرو يا جدعان، يعني يبقى معاك 96 طاقات الحراسة جامدة يا جدعان والله يا زي ما انت شايف، يعني هو بان على حارس كويس، كمان طوله 191 يعني مش بطال، كارت جامد يعتمد عليه لو انت لسه بادئ يعتمد عليه، لكن انت اكيد معاك حراس احسن من كده. بعد كده عندك الواد ديجو دالوت، دالوت يا جدعان كارت جامد. هو بص يا صاحبي احب اقول لك ان هو وان بيساكا بس على صغير، طاقات دفاعيه ممتازه، سرعه جباره، اللي هي العرضيات بتاعته مش عاليه قوي لان اصلا دفاعي اكتر، بيميل للدفاع اكتر، ولكن هو كارت جامد يا جدعان. فبس كده يا جدعان، يعني ده كان الفيديو بتاعنا النهارده بكل بساطه، اتمنى نكون استفدت، تكون الفكره وصلت لك ان انت تعرف ازاي تستفيد باللعب اللي طلع لك. لو محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات يا صاحبي، مش هتاخر عليكم، لايك واشتراك، واستنونا في فيديوهات تانية كتير يا صاحبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.